السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله وصفتنا تحفة جدا، كفتة داوود باشا. زي ما هي سهلة جدا، طعمها في منتهى الجمال، مش هتاخد معاكي وقت. يلا نبدأ وصفتنا التحفة جدا، هنقولها بكل خطواتها وكل أسرارها وتكاتها وتفاصيلها. وقبل ما نخش في الفيديو بتاعنا، اللايك الجميل بتاعك والشير، ونبدأ وصفتنا. يلا بينا. هيكون معايا ان شاء الله نص كيلو من اللحمة المفرومة. معايا حوالي كوباية من البقدونس على الكزبرة. بقدونس على الكزبرة كوباية واحدة يا جماعة. انا شايلة العيدان بتاعتها ومقطعة الورق، بس اهم حاجة تكون متصفية كويس قوي. معايا بصلاية واحدة مفرومة ناعم، برضو بصلاية واحدة، مش كتيرة قوي، تكون متوسطة. معايا معلقتين كبار من البقسماط الناعم. هيبقى معايا التوابل بتاعتي اساس فيها الجنزبيل والقرفة. تمام. هيبقى معايا جنزبيل وقرفة، كمون وكزبرة، فلفل وملح، بابريكا مدخنة، والسبع بهارات. تمام، دي المقادير بتاعتنا معانا. مقاديرنا سهلة وبسيطة ان شاء الله. اول حاجة هنتبل اللحمة بتاعتنا. هضيف اللحمة بتاعتي في بولة كده، هنزل عليها بورق البقدونس ورق الكزبرة مع بعض حوالي كوباية يا جماعة، واهم شيء يكون متصفي كويس قوي. انا اخده الورق بس ومش اخده العيدان. تمام. بصلاية واحدة متوسطة الحجم، برضو ما كترش البصل، هي بصلاية واحدة بس. السر يا جماعة في كفتة داوود باشا، عشان تبقى متماسكة معاكي وتطلع مظبوطة جدا وناجحة، تكون من غير سوائل. هنزل بالملح والفلفل بتاعي، كمون وكزبرة، بابريكا مدخنة، وهنزل بمعلقة من السبع بهارات أو البهارات المشكلة. والمكون الأساسي عندي في البهارات القرفة والجنزبيل، دول أساسي جدا يا جماعة في كفتة داوود باشا. تمام. هنزل بمقاديرنا كلها كده، وأهم خطوة معايا أسمغ الكلام الحلو ده كله مع بعضه. يعني هحاول أفرمهم كلهم مع بعض، سواء بإيدي ولا بالكبة. عايزة اللحمة بتاعتي تتمزج مع البهارات والعيدان، الكزبرة على البقدونس على البصل. اهم حاجة تبقى معايا متسمغة كويس قوي، ويطلع من الخيوط بتاعة اللحمة. يبقى كده معايا ما شاء الله نتيجة ناجحة. انا هنا ضربت الكفتة بتاعتي بالبصل بالبقدونس بكل حاجة، ضربتها على بعض كده لفة واحدة في الكبة عشان تتسمغ معايا، تبقى سهل. كل ما كانت طرية معايا ومتسمغة، كل ما كانت نتيجتها مضمونة وناجحة جدا. مفيش مشكلة، اللي ما عندوش كبة ممكن يعملها بإيده عادي، يلفها بإيده كده لحد كده لما اللحمة ما تتسمغ معاك وتبقى تطلع خيوط كده، يبقى ما شاء الله ناجحة معاكي وتبقى ممتازة جدا. دي شكلها حبايبي اهي. بعد ما اتسمغت بيطلع منها خيوط كده، تعرفي اللي هي تمام ممتازة. هخلص كده المقادير كلها وهرجع لكم. شايفين حبايبي ما شاء الله، بعد ما خلطت الكمية كلها، بسم الله ما شاء الله، بص اللحمة بتاعتي مطلعة خيوط بيضة ازاي. كده يبقى سمغت معايا كويس قوي، ودي خطوة مهمة جدا لنجاح الكفتة بتاعتي عشان ما تفكش منك. وبرضو هنزل عليهم بمعلقتين كبار من البقسماط، زيادة برضو عشان تربط معايا الكلام الحلو ده مع بعض. لو في اي سوائل ولا في اي حاجة من البقسماط تربط وتخفي السوائل دي كلها. اهم حاجة لعوامل نجاح الكفتة بتاعتي ما يبقاش فيها سوائل خالص. بصوا حبايبي بسم الله ما شاء الله، ده شكلها النهائي اهو. كفتة مظبوطة جدا، اعمليها بالطريقة ده تطلع معاكي ناجحة جدا ومش هتفك منك نهائي. بصوا حبايبي، برضو بعد ما تخلصي الكفتة بتاعتك، يستحسن او من الافضل تحطيها في التلاجة قبل ما تضيفيها على النار نص ساعة بس. تمسك معاكي زيادة. اعمليها بالطريقة دي بالخطوات دي بالتريكات دي، هتطلع معاكي ناجحة جدا. تمام. بصوا ما شاء الله عاملة ازاي، ولا بتفك ولا اي حاجة، وتحطها في النار هتبقى زي الفل. طبعا انا مستعجلة، هبدأ اشتغل فيها معاكم كده على طول الوقت ونشوف هتبقى عاملة ازاي. هبدأ الوقت اكورها. هيبقى معايا نص كوباية من الدقيق في اي صينية عندك مفرودة او اي طبق مفرود. هتنزلي بنص كوباية من الدقيق. الدقيق ده يا جماعة فايدته هنعمل بيه ايه؟ هنعفر بيه او هندي كفر خفيف جدا للكفتة بتاعتي. تمام. هبدأ كده انزل بكمية النص كوباية بس من الدقيق، انا محتاجاه بس يدي كده تعفيرة بسيطة
للكفتة بتاعتي. هبدأ اكور حبايبي الكفتة بتاعتي كده على قد ما اقدر، اخلي مقاس الكفتة كلها واحدة. يعني عايزة تكوريها كور صغيرة يبقى كلها صغيرة، عايزة تخليها وسط يبقى كلها وسط. تمام. وهنزل بيها في الدقيق بتاعي كده، عشان ايه؟ اديها كفر خفيف جدا جدا، تعفيرة بسيطة جدا للدقيق. حبايبي بسم الله ما شاء الله. هبدأ كده اكور الكمية بتاعتي كلها بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. هخلص الكمية بتاعتي كلها، وبعد كده هدحرجهم كده كلهم، او ههزل الكفتة بتاعتي بالطريقة دي لحد ما كلها تتعفر او كلها تتغلف. كل واحدة الكفتة تتغلف بالدقيق بتاعي. فايدة الدقيق ده ايه يا جماعة؟ بيدي قوام حلو للصوص بتاعي. تمام. هبدأ كده اخلص الكمية بتاعتي واعفرها كلها تتغلف بالدقيق زي ما حضراتكم شايفين كده. تيجي بقى نعمل صوص مميز كده يليق بكفتة داوود باشا بتاعتنا. هيكون معايا لتر من عصير الطماطم او كيلو طماطم معصورة ومتصفية، ربع كوباية من صلصة الطماطم، هيكون معايا بصلاية واحدة متوسطة مفرومة، ومعلقة كبيرة توم مهروس، وهيكون معايا بابريكا مدخنة، فلفل، توم بودرة، بصل بودرة، مكعب مرق. تمام. مقاديرها سهلة وبسيطة جدا. يلا بينا. حلتنا على النار، هنزل عليها بمكعب من الزبدة اللي احنا عملناه مع بعض، وبعد كده هنزل عليها بشوية من الزيت، شوية كده. المادة الدهنية دي اللي هقلي فيها الكفتة بتاعتي، ونفس المادة الدهنية اللي هكمل بيها الصوص الأحمر بتاع كفتة داوود باشا. تمام. يلا بينا. تشويحة كده لون بني كده فاتح، بنفس الطريقة دي اهي. ونفس المادة الدهنية دي بريحة الكفتة بكل حاجة هنزل عليها بالصوص بتاعي، نعمله مع بعض في نفس المادة الدهنية، ياخد كده خلاصة طعم الكفتة بتاعتي كلها في بعضها كده، يبقى معاكي صوص ما شاء الله تحفة، متمزج من طعم الكفتة كل حاجة. بصوا انا بنفض كده الدقيق بتاعي كده وبنزله على الزيت. تمام. بصوا نفس الطريقة دي هشوحها حبة حبة كده واشيلهم، اقلبها بالطريقة دي. ما شاء الله معمولة صح، ولا فكت ولا اي حاجة. بصوا ما شاء الله، ولا فكت، معمولة بطريقة صح. دي كده عوامل نجاح كفتة داوود باشا معاكي. بدل ما فيهاش اي سوائل مش هتفك معاكي خالص. بصوا بسم الله ما شاء الله عاملة ازاي، مش هتفك معاكي خالص. مديها كده لون كده، لون بني كده، وفي نفس الزيت بتاعها زي ما قلت لكم، في نفس الماده الدهنيه اللي هي الزيت على الزبده. هنبدا نشوح فيها بقيه المكونات بتاعه الصوص الاحمر الجميل جدا. شفتوا يا جماعه بسم الله ما شاء الله، عشان كده الزبده مع الدقيق يتقلوا لي الصوص بتاعي، ويديكي كده طعم تحفه للصوص بتاعي، ويبقى صوص في منتهى الجمال. جربوها بالطريقه دي ان شاء الله هتعجبكم جدا. هفضل اقلب كده بنفس الطريقه كده الكفته بتاعتي لحد ما تاخد لون جميل كده بني. هبدا اشيلها واضيف باقي المكونات معايا. وكده حبايب اللهم بارك، بعد ما اخدت معايا لون بني جميل جدا. بصوا ما شاء الله، عايزه اقول لكم يا جماعه ريحتها في منتهى الجمال. هعملوها بالطريقه دي هتعجبكم جدا. هبدا دلوقتي هشيل الكفته بتاعتي كلها في طبق كده بره، وفي نفس الماده الدهنيه بتاعت الزبده على الزيت هبدا انزل باقي مقادير الصوص بتاعي. تمام. بصله كده الصوص الجميل ده. بصوا ما شاء الله على نفس البهاريز بتاعتي. بصوا بالحاجه اللي نزلت من الكفته ما تشيلهاش، كل اي حاجه نزلت من الكفته حط عليها بتبقى تحفه جدا. شكل الكفته بتاعتي بسم الله ما شاء الله عامل ازاي يا جماعه. بصوا بصوا ما شاء الله شكلها تحفه جدا. انا شلتها دلوقتي. هبدا البصله اشوحها تشويحه كده خفيفه في نفس الزيت بتاع الكفته بتاعتي اهي. تمام. ما شاء الله عايزه اقول لكم ريحتها تحفه جدا، ريحه الكفته وما حطيت عليها البصله كمان ريحتها في منتهى الجمال. هبدا انزل دلوقتي بالتومه بتاعتي. هنزل بمعلقه كده من التوم المهروس. الصوص الاحمر ده صوص كفته داوود باشا، صوص متين جدا، طعمه تحفه، كله مطعم في بعضه. بعد كده هنزل عليها بمعلقه او معلقتين كبار من
صوص الطماطم بتاعتي. انا عندي الطماطم دي انا كنت مفرزاها، عايزه تحطي الطماطم المعلبه مفيش اي مشكله خالص. هقلب كده البصله مع صوص الطماطم. انا الطماطم بتاعتي دي جايباها من الفريزر عندي بخزنها اهو حبايبي. بعد ما نزلت الصلصه مع البصله مع التومه، بسم الله ما شاء الله، مع ريحه الزبده بالزيت اللي اخده مطعمه بالكفته بتاعت الحته في منتهى الجمال، هبدا الوقت ابهرها معاكم. حاجه هنزل بيها البابريكا المدخنه. البابريكا بتدي لون حلو قوي، بتقوم معايا اللون. والمدخنه يا جماعه البابريكا المدخنه بتبقى ليها طعم احلى من البابريكا العاديه، جربوها تعجبكم قوي. بعد كده هنزل بالفلفل، توم بودره، بصل بودره، يبقى معايا مكعب مرق. انا ما ضفتش ملح لان انا محدقه الكفته بتاعتي، ومكعب المرق هيظبط معايا الصلصه. كده الكلام الحلو ده مع بعض. اخر حاجه هنزل بالعصير الطماطم بتاعي متصفي كويس قوي، هنزل بيه بسم الله. هقلبهم كده مع بعض. بصوا يا جماعه بسم الله ما شاء الله، شويه صوص احمر تحفه، صوص داوود باشا. اعملوه بالطريقه ده هيعجبكم قوي. بسم الله ما شاء الله يا جماعه، ريحه الصلصه اصلا لوحدها وطعمها خرافه. بصوا حبايبي، اول ما الصلصه بتاعتي غلت بالطريقه دي غلوتين بالعدد، هبدا انزل عليها بالكفته بتاعتي، لان انا عايزه الكفته دي اللي في الكفته يتقل الصوص بتاعي كده، وفي نفس الوقت الكفته بتاعتي تستوى بالطريقه دي. بصوا اهي ما شاء الله يا جماعه، بصوا ما شاء الله الواحده بوحدتها ازاي ما فكتش معايا زي الفل جدا. الوقت هسيبها تغلي براحتها قوي على نار هاديه كده، عشان الدقيق اللي في الكفته اللي احنا بدرنا بيه الكفته دي تتقل معايا الصوص الاحمر بتاعي، والصوص بتاعي يطعم بطعم الكفته، وكمان الكفته معايا تستوى. بصوا ما شاء الله يا جماعه، بصوا بسم الله ما شاء الله، ولا فكت ولا اي حاجه، زي الفل، معموله بطريقه صح. اعمليها بالطريقه دي تبقى معاكي تحفه جدا. الوقت هسيبها كده على نار هاديه، وبعد كده هتبقى مستويه معايا. هبدا الوقت اسلق شويه مكرونه عشان اقدمهم جنبها. عايزه تقدميها جنب رز بالشعريه مفيش مشكله خالص. كفته داوود باشا بتتقدم جنب مكرونه جنب رز بالشعريه، اللي يناسبك اعمليه. دلوقتي هسيبها تغلي كده شويه عشان تتقل معايا ويديلي صوص تقيل كده وحلو. بسم الله ما شاء الله يا جماعه، ده شكل الاطباق بتاعتي. بصوا بسم الله ما شاء الله، عملنا كفته داوود باشا بصوص كده تحفه، منها فيها كده طعمها في منتهى الجمال، هتعجب كل اللي هيدوقها. اكله سريعه شهيه جدا، طعم الكفته تحفه جدا. انا قدمتها كده مع المكرونه، انت عايزه تعمليها مع الرز بالشعريه مفيش اي مشكله، يبقى تحفه برضو. الاساس عندك اهو، والتقديم براحتك خالص. هي تحفه في كل حالاتها، سهله وبسيطه. اتمنى اللي عجب وصفتنا النهارده يعمل لي اللايك والشير والسبسكرايب عشان ان شاء الله يوصل لكم كل جديد. يا ريت تدعموني بعد اذنكم، وتعملوا لي اشتراك لحبايبي اللي لسه ما عملوش اشتراك عشان يوصل لهم ان شاء الله الفتره الجايه وصفات احلى واحلى. دمتم في امان الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.